النهارده كان النادي الاهلي عنده مباراة، وهو اسبوع اهلاوي. كان في ماتشين، الماتش الاول مواجهة يانج افريكانز، والاهلي اتعادل 1-1 بعد ما كان متقدم في الدقيقة 89 عن طريق بيرسي تاو، وتعادل فريق يانج افريكانز في الدقيقة 92. اما النهارده الاهلي تعادل 0-0. في حالة الفوز دايما الناس بتتغاضى عن مشاكل كتير ممكن تبقى موجودة في الفريق، بتبقى متضايقة من حاجات كتير فبتسكت، بتقول ما هي المركب ماشية وبنكسب. لكن في حالة الخسارة او الاداء اللي ما يشجعكش ان انت تقول ان الاداء ده كويس، الناس بتتكلم. وفي حاجتين بيتقالوا، في ناس شايفة انه التغيرات الادارية اللي حصلت في اول الموسم في النادي الاهلي، كولر كمان جزء من الموضوع. الناس شايفة ان الاهلي ما ضمش مهاجم فده مأثر لغاية دلوقتي على الفريق. والمكسب طبعا بيروح لكل الناس اللي احنا بنتكلم عليها، اما الخسارة المدير الفني والادارة بيتحملوا جزء كبير منها مش اللعيبة. لكن لو هتبص على مباراة يانج افريكانز وهتبص على مباراة النهاردة شباب بلوزداد، هتلاقي ان جزء كبير اللعيبة برضو ليها فيه. يعني النهاردة كتير جدا هجمات بتضيع قدام المرمى، فرص بتوصل. صحيح الفريق مالوش تركيبة فنية موجودة على ارض الملعب، وخلينا نكون متفقين على كده. التغييرات اللي عملها كولر في اخر 14 دقيقة اثرت على الاداء بالسلب، بل كان ممكن الاهلي يخسر. كل ده مفهوم، لكن هو مش طول الوقت نقعد نتكلم في الثلاث حاجات اللي الجمهور بقى بيتكلم فيهم. وبرضو في جماهير تقولك ما احنا ايه الجديد، ما احنا بنعمل كده في دور المجموعات. ما هم في مثل بيقول مش كل مرة تسلم الجرة، يعني مش كل مرة الدنيا هتمشي معاك زي ما انت عايز. ممكن الدنيا تمشي معاك النهاردة كويس، البطولة دي كويس، البطولة اللي فاتت كان في فير بلاي، ممكن البطولة الجاية ما يبقاش فيها فير بلاي. انت ورزقك وانت وحظك، لكن انت ليه تسيب مصيرك في ايد حد تاني في المجموعة؟ ما انت صحيح النهاردة الجزء الايجابي الوحيد ان الاهلي لسه متصدر، لكن انت رايح تلعب كاس العالم للاندية، ولو خرجت قدام الاتحاد هتروح تقابل شباب بلوزداد، وبعد كده رايح للسوبر، او لو كملت في كاس العالم للاندية رايح للسوبر. يعني انت عندك بطولتين رايح تلعب عليهم. مستوى التطلعات اكيد ان الاهلي يظهر بمظهر قوي ويوصل للنهائي قدام مانشستر سيتي. طب هل بالاداء اللي الناس بتشوفه هيوصل الاهلي للنهائي ويتخطى الاتحاد السعودي ويتخطى بطل امريكا الجنوبية ثم يذهب الى مانشستر سيتي؟ الموضوع مش منطقي. كمان كولر واضح انه مش راضي. يعني النهاردة يا جماعة برضو في كذا لقطة كده في الملعب لما كانت الكاميرا بتجيب كولر او في الهجمات بتحس انه بيزعق بعنف، مش اللي هو بيوجه ويلعب واعمل وانت اتحرك في كذا وانت اعمل كذا. لا، ما حسناش بكده. واضح ان الراجل جواه طاقة سلبية بيحاول يطلعها، فدي مشكلة كبيرة. الاهلي في اخر 11 مباراة 7 تعادل، واخر 3 ماتشات تعادل، منهم ماتشين ما احرزش الاهلي فيهم اهداف. يعني انت مثلا الماتشين جوه القاهرة سموحة، وكمان مباراة شباب بلوزداد النهاردة، وماتش يانج افريكانز كان هناك وانت جبت فيه هدف. فهل النادي الاهلي ماشي بصيغة كويسة؟ لا، النادي الاهلي بعيد جدا عن المستوى. النهاردة كل العوامل اتوفرت ان انت تكسب، لكن هو الموضوع بقى موضوع مهاجم، وموضوع ان انت تخلص قدام الجون، وموضوع انه كولر بيقول اصل مفيش وقت ادرب اللعيبة. طب انت انهاء الهجمات هنقول سوء توفيق، تمام، بس مش مع كل اللعيبة. وبعدين هو مفيش، يعني التركيبه بتاعت كولر اللي هو الجهاز الفني ده فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. الناس اللي احنا كنا بنطلعها السنه اللي فاتت، هي الناس دي موجوده فين في الجهاز الفني؟ يعني اكيد يقولوا له في كذا في كذا في مشكله. هو واضح النهارده انه كان دارس الفريق كويس، واضح انه كان دارس الفريق كويس، لكن النهارده الاهلي ما كانش في احسن حالاته، خاصه ان الشوط الثاني اللي بعد
جدا جدا، وباكيتا بصراحة اداروا مع شباب بلوزداد بطريقة كويسة. نتمنى ان النادي الاهلي ان شاء الله يحسن الوضع في كاس العالم للانديه، واكيد اكيد بعد اللي بيحصل ده كله هنشوف اهلي مختلف خلال الفترة الجاية.